مرحبا متابعيني، إن شاء الله تكونون بألف خير أينما كنتم. وصفتنا اليوم وصفة جدا شهية وغنية بالفيتامينات، وهي صينية الدجاج مع الخضروات من غير زفرة، ولحمها أبيض وذايب بشكل جدا جميل. إن شاء الله تعجبكم الوصفة، وتعالوا نشوف طريقة العمل. أول شي نحتاجه أفخاذ دجاج تكون نظيفة ومغسولة بشكل جيد. أني هنا استخدمت كيلوين من أفخاذ الدجاج. حتى أنقعه بالماي استخدمت تقريبا لتر ونص من المي البارد، وبعدها ضفت ملعقة طعام ملح مع ملعقتين طعام خل أبيض، بالإضافة إلى نصف ليمونة تكون من غير قشر حتى ما تعطينا مرارة، مع ورقتين غار، بالإضافة إلى فصين ثوم كبيرة. راح أقطعها بهذا الشكل حتى يعزز لنا الطعم للدجاج. طبعا تقدرون تضيفون بصل أو قرفة يكون على رغبتكم. وآخر شي نضيف ملعقة طعام سكر. طبعا فائدة السكر هنا راح يعطيني كرملة للدجاج وتوازن للملح والحامض. نخلط كل المواد وبعدها ننزل كل الدجاج. راح أحفظها بالثلاجة لمدة 24 ساعة. وإذا كنتم مستعجلين تقدرون تتركوها مدة ليلة كاملة أو 6 ساعات على الأقل، حتى نتخلص من كل الزفرة والدم الجامد بداخل الأفخاذ. بعد ما تركتها يوم كامل نزل كل الزفر والدم الجامد. وأكيد انتبهتوا شلون كان الماي صافي بالأول وشلون صار بعد النقع. غسلتها بشكل جيد، وشوفوا لحم الدجاج شلون صار طري جدا. بعدها نحضر للخضار. نحتاج بطاطا مقطعة، طماطة كرز، شجر، فلفل أخضر، جزر، مع بصل مقطع إلى مكعبات. للبهارات نحتاج نصف ملعقة طعام كاري، نصف ملعقة طعام فلفل أسود، نصف ملعقة طعام بابريكا حلوة، نصف ملعقة طعام توابل مرق الدجاج، نصف ملعقة طعام فلفل أحمر حار، ملعقة طعام توابل إيطالية، ملعقة طعام ملح، مع نصف ملعقة طعام 7 بهارات. نخلط المكونات بشكل جيد، وبعدها نقسم البهارات إلى قسمين. ناخذ تقريبا ملعقتين طعام من البهارات حتى نبهر بيها الخضروات، وبعدها نضيف نصف ملعقة طعام ثوم مهروس مع ملعقتين طعام صوص الباربيكيو، بالإضافة إلى ملعقتين طعام من معجون الطماطم. بعدها نضيف ربع كوب من الزيت الزيتون مع ربع كوب من عصير الليمون. نخلط المكونات بشكل جيد، وبعدها ننزلها فوق الدجاج. نخلط الدجاج مع صوص البهارات، وحاولوا تدخلون البهارات تحت الجلد حتى يعطيكم طعم جدا طيب. بعدها نغطيه ونتركه مدة 2 ساعات حتى يتبهر بشكل جيد ويعزز عندنا الطعم. بعدها نحضر البهارات اللي قسمناها، ونضيف ربع كوب من زيت الزيتون مع ربع كوب من عصير الليمون، بالإضافة إلى نصف ملعقة طعام ثوم مهروس. نخلط المكونات بشكل جيد، وبعدها نضيف ملعقتين طعام من صوص البهارات على كل نوع من الخضار. وطبعا الخضروات هو ذوق شخصي، أنا استخدمت هذه الخضروات، ممكن أنتوا تستخدمون أي خضروات متوفرة عندكم. نخلط المكونات بشكل جيد، وطبعا ملاحظة أني بهرت الخضروات قبل ما أنزلها بالصينية مباشرة. وهذا الدجاج بعد ما مر عليه 2 ساعات أنزله بالصينية وأرتبه بهذا الشكل. ممكن ترتبون بالشكل اللي يعجبكم. بعدها ننزل كل الخضروات ونرتبها بهذا الشكل. حاولوا أنكم تضيفون خضروات كثيرة، لأنه بعد ما تنطبخ راح تذبل وتصير بمستوى الدجاج. راح أمسح الدجاج والخضروات بالصوص اللي تبقى عندنا، وطبعا أني ما ضفت ولا قطرة ماي، راح أكتفي بالمي اللي راح ينزل من الخضروات. ملاحظة، راح يبقى الدجاج ندي ورطب وأبد مو ناشف، حتى من بعد ما تدخلوه الثلاجة مدة أيام وترجعون تسخنوه راح يكون مثل أول مرة طبختوه. وآخر شي نغلف الصينية بورق الزبدة بالأول،
وبعدها نغلفها بالسيليفون وندخلها للأوفن على درجة حرارة 400 فهرنهايت لمدة ساعتين على الرف السفلي. أول ساعتين إلا ربع نشعل الشواية من تحت، وآخر ربع ساعة نشعل الشواية من الأعلى حتى تتحمر وتصير بهذا الشكل. وهذه هي وصفتي اليوم، صينية الدجاج بالخضروات الشهية والغنية بالفيتامينات. إن شاء الله تكون عجبتكم طريقتي، أتمنى إنكم تجربوها وتكتبولي رأيكم بيها لأنه رأيكم جدا مهم بالنسبة إلي. كل المكونات والمقادير والملاحظات مكتوبة بصندوق الوصف أسفل الفيديو. إذا عجبتكم وصفتي اليوم لا تنسون اللايك للفيديو والاشتراك بقناتي وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل فيديو جديد أنزله. كانت معكم أم يوسف من قناة تيستي يامي.